حاولت أعيش يوم زي اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعيشه بالظبط. يوم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبتدي من وقت السحور. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم بيتسحر مع إحدى زوجاته، أحيانا كان بيتسحر مع الصحابة، وكان سحوره يا إما أكل خفيف أو تمر وماء. وكان بعد ما بيخلص سحوره كان بيصلي لغاية الفجر، وبعد أذان الفجر كان عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيصلي ركعتين، وكان بيفضل قاعد في بيته لغاية ما سيدنا بلال يستأذن منه ويقيم الصلاة، وكان بيخرج من باب نسائه لأنه كان أمام المسجد مباشرة. وبعد صلاة الفجر كان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيفضل قاعد في المسجد يذكر الله لغاية وقت طلوع الشمس. بعد طلوع الشمس كان بيقعد تلت ساعة، وبعدها يصلي ركعتين الضحى، وقال إن الركعتين دول بثواب حج وعمرة. وكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما تشتد عليه الشمس كان بينام ويصحى وقت الظهر، ويطلع لصلاة الظهر ويقوم الناس، وبعدها بيرجع يقعد في البيت مع زوجاته في خدمتهم. قبل المغرب كان بيقعد يذكر الله ويدعي لغاية ما يأذن المغرب. كان بيفطر الأول قبل صلاة المغرب، بيفطر تمر وبعد كده تمر وماء، وبعد كده كان يصلي المغرب ويرجع يقعد مع زوجاته لغاية أذان العشاء ويخرج يؤم الناس. وكان يصلي القيام. السيدة عائشة بتقول: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان دايما يشغل وقته كله في رمضان بالقرآن والصلاة والذكر والصدقة والصيام. كان بياكل قليل، وكان يقول: إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. وكان بيحب يصلي قيام الليل في البيت، ما كانش بيصليه في الجامع. ما صلاش بالصحابة إلا 3 مرات بس عشان الصحابة ما يحسبوش إنها فرض. حاولت أعمل حاجة قريبة من يوم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في آخر اليوم حسيت براحة نفسية